دايما بنسمع نفس الجملة: وجوب تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا. خلينا نجرب تطبيق كامل لدستور الطائف. الوصول إلى اتفاق الطائف. يلتزم اتفاق الطائف. بس عمليا شو هو الطائف وليش بعده مرجعية أساسية بالنقاش السياسي؟ اتفاق الطائف أو وثيقة الوفاق الوطني أقر عام 1989 بمدينة الطائف السعودية لينهي الحرب الأهلية اللبنانية. الاتفاق ما كان مجرد وقف إطلاق نار، بل كان إعادة صياغة كاملة لهوية لبنان نظام الحكم فيه. نحن بدنا اتفاق الطائف. عام 1990 تم تعديل الدستور اللبناني ليتحول الطائف من مجرد ورقة سياسية لنص دستوري ملزم، والطائف فيك تمشي فيه لقدام. حسم هالاتفاق جدلية الهوية، مؤكدا أن لبنان عربي الانتماء والهوية، الأمر اللي كان نقطة خلاف جوهرية قبل الحرب. يجب تطبيقه للآخر ويجب السير به للآخر. الطائف نقل لبنان من الجمهورية الأولى للجمهورية الثانية عبر ركائز أساسية. انتقلت السلطة الإجرائية من رئاسة الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعا، وصار رئيس الحكومة شريك أساسي بالقرار. تنفيذ أحكام الطائف التي لم تنفذ بعد. كرس العيش المشترك عبر توزيع مقاعد البرلمان والوظائف العليا بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، بغض النظر عن المتغيرات الديموغرافية، يعني مش مهم من عدده أكبر. ضمن وعود إصلاحية كبيرة، منها الإلغاء التدريج للطائفية السياسية، اللامركزية الإدارية الموسعة لتقوية الإدارة والخدمات والمناطق، إصلاح القضاء ليكون سلطة مستقلة تماما، وطرح فكرة مجلس شيوخ لضمان تمثيل الطوائف بالتوازي مع تفكيك الطائفية بمجلس النواب. ملتزم بالطائف بما فيه اللامركزية الإدارية. ومن أكثر البنود حساسية مسألة حل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة. هذا البند صار العنوان الأساسي لشد الحبال السياسي لليوم. واضح بحصر السلاح. كل فريق بلبنان بيستند للبند اللي بيخدم مصالحه، مرة تحت عنوان تعديل الطائف ومرة تحت عنوان ضرورة تطبيق الطائف. هذا هو الضرورة اليوم. برأيكم هل المشكلة بالدستور اللي صار عمره فوق 30 سنة ولازم يتعدل، أو المشكلة باللي عم بيطبقوا الدستور على قياس مصالحهم؟ فأما اتفاق الطائف وأما يذهب البلد في اتجاهات أخرى يعني في المجهول صراحة.